وقعت الشاطر بألف. وقعت الشاطر بألف. يعني ايه وقعت الشاطر بألف؟ يعني انا زمان ما كنتش اتخيل وانا صغيره كده في السن ان في ناس بتقع وبتقع جامد وما بترجعش، وفي ناس كانت عندها طاقه وحماس وعندها كل حاجه وعندها شعله نشاط، وسبحان الله سبحان الله يشاء القدير العليم يتعرضوا لمشاكل في حياتهم والوقعه تبقى بألف، لدرجه انهم ممكن يرجعوا 100 خطوه لورا ومحدش يشدهم ويرجعهم تاني من اللي حواليهم، ولا يقدر يجيبهم تاني الا اذا هو قرر ان هو يرجع. ده بقى لو انت تعرضت لاي حاجه في حياتك، لخساره صديق، زوج، فقد، مش لازم خساره بوجه عام، ممكن فقد. فده انا شفته وتعرضت له بنفسي فتره من فترات حياتي، وان انا كنت ارجع تاني ما كنتش متخيلاها، وان الواحد يقفل علينا باب ما يرجعش ويقفل عليه قوقعه كده وخلاص انا مش هرجع، مش هكمل. وحتى لما يرجع ما يرجعش زي ما هو كان عايز الاول، وياخد وقت كبير عشان يطلع السلم ده تاني. فالموضوع مش سهل، بس عشان يبقى سهل وتقدر ترجع تاني دايما هيئ نفسك لأي ظرف، ما تستبعدش اي حاجة. وده اللي انا اكتشفته. يعني لو انت شغال في مشروع والمشروع ده ناجح، حط لنفسك بلان بي وسي واي كمان، انه ممكن المشروع ده فجأة ما يبقاش موجود. لو انت الدنيا معاك بيس وكويسة، حط دايما لنفسك باك اب في بلان تانية لو حصل. هل ده معناه احنا سوداويين؟ لا، بس ما تخرجش نفسك بره الابتلاء. يعني ما يجيلكش وقت وتتخيل ان انت مش هتتحط فيه. وده انا شفته بعيني في حتة الفقد، ان انت ترجع تاني ده كان شيء صعب. يعني ان الواحد يفقد اعز مليء او حاجة تخصه او حد كان غالي عليه، ده صعب. وان انت ترجع وتكمل وانت مجبر تكمل. مجبر تكمل مش عشان نفسك، هو عشان اللي حواليك. ومش كده وبس، انت عايز ترجع لطبيعتك بس انت مش عارف ترجع مثلا، فبتحاول. فاكتشفت ان انا قعدت اقرا كتير في علم النفس ان احنا نقدر جدا نرجع. مش بترجع طاقتك كامله، مش بترجع كل حاجه جوه كويسه وبيس والدنيا لذيذه او زي ما كنت زمان، بس بتقدر ترجع. وبترجع عشان تبقى كويس، وسبحان الله ما بترجع بقوه. يعني وده اللي انا اكتشفته، وهوضحها لكم اكتر في الناس اللي بتتاثر بحواليها. اعمل ميوت لاي حاجه هتاثر على نفسيتك. اعمل ميوت. يعني عندك مدير دايما نيجاتيف، عندك زميلك نيجاتيف، عندك جار، اعمل ميوت. يعني هو بيتكلم وانت لما بتدخل على السوشيال ميديا وتقعد تركز، ودي حاجه انا كنت بعملها لحد يوم فات وبطلتها. اركز ده بيقول كذا، ايه ده قصده عليا، ده بيرفع كذا، ايه ده قصده على الكلمه اللي انا لسه رافعاها، ده بيتريق على كذا. يعني مش كل الناس حطاك محط اهتمام اساسا، وممكن تكون اللي انت بتتخيل ان هو بيحصل هو ما بيحصلش. والدنيا مش دايما منافسه، كله بيجري. واحد شايف ان هو وصل، هو ممكن ما يكونش وصل. انت شايفه وصل بس هو ما وصلش. طب وصل، هو ساتسفايد؟ يا ريته يبقى ساتسفايد ووصل. قلده بقى، ما تحاولش تحسس نفسك انك دايما لسه ما عملتش، انا لسه ما عملتش عشان اوصل. ودي نصيحة يعني صغيرة، نصيحة كده، ايه، دواء في الروشتة يعني. يلا باي.